اللي قدامك دي اول هوت بوت اول يو كان ايت في مصر، يعني من الاخر كده طول ما انت قاعد هيتعمل لك ريفيل لكل حاجه. اول حاجه بتعملها طبعا ان انت تحط الهوت بوت بتاعتك تسخن، وعندك اوبشنز كتير ان انت تختار منها، في هوت بوت سبايسي وفي هوت بوت مش سبايسي. بعد ما تحط الهوت بوت بتاعتك هتبتدي تنزل فيها الحاجات اللي انت هتاخدها من على السير براحتك، اول يو كان ايت زي ما انا قلت لك، فانت اختار زي ما انت عايز. انا بالنسبه لي عملت هوت بوت جمبري، وحطيت فيها كراب، وحطيت فيها مشروم، وحطيت فيها جلاس نودلز، وحطيت فيها كمان توفو نودلز. تعالى بقى نجربها، نبتدي نطلع الحاجه واحده واحده. خلي بالك ما تسيبش الحاجات دي كتير قوي في السوب لان السوب دي هتتهري. تبتدي تطلع كده، تعالى ندوق. ممكن تبتدي تاخد سوب هنا كده، وانا شفت ناس بتعمل حركه بتشرب كده على طول، بقت شوربه سي فود، فاهم يعني؟ هي بقت ما بقتش هوت بوت خالص، يعني هي طعمها مختلف قوي. بص هو الجمبري حلو جدا بس مزارع، خلي بالك عشان تبقى عارف يعني. تاني حاجه الاوكتوبس حلو قوي وفريش، طعمه جميل. بالنسبه للسوب نفسها فهي السوب نفسها حلوه، يعني احنا دي توم سوب، دي طعمها حلو قوي قوي قوي. لما تحط فيها النودلز مع التوفو بتاعت النودلز برده، الموضوع كله كاكسبيرينس هيعجبك وطعمه حلو. تعال نشوف اللي هي السبايسي، تعال نجربها بطعم تاني خالص بشكل تاني. فمثلا اللحمه زي دي تعمل لك ريفيل ليها، تروح واخد من هنا كده، تروح واخد مثلا مشروم زي ده ومنزله هنا كده، عندك كور لحمه ممكن تروح واخدها ومنزلها برده هنا كده، نودلز توفو زي دي تنزلها هنا كده، وتبتدي تسيبهم بقى. ممكن بقى تحط الاطباق جنبك او ترجعهم هنا كده يخشوا المطبخ تاني. كل الكلام ده تنزله في الهوت بوت وتستنى لما تستوي شويه ونبتدي ناكل، واقول لك رايي عشان التجربه دي جديده عليا خالص. بص احنا اخترنا ان احنا نقلي اللحمه، ننزلها على الجريل كده، هتلاقي في نوع لحمه معين عنده هتلاقيه مدهن شويه، ده بننزله على الجريل، وتروح عامل من على البار بتاعك الصوص اللي انت تحبه. هتلاقي اوستر صوص وتشيلي صوص، وهتلاقي زيت سمسم وتوم وجينجر، كل حاجه انت عايزها. تبتدي تعمل الصوص اللي انت عايزه كده، تبتدي تاخد اللحمه تنزلها في الصوص. تعالى ندوق، طعمها حلو قوي بس الطعم ده انا اللي عامله، فانا مستحيل اقدر اخليك تاكل نفس الطعم. انت بقى فاهم، فنن كده وشوف هتحط ايه على ايه، وجرب ده وده وده، وانت كده كده معاك الموضوع اوبن بوفيه. بعد ما كل حاجه استوت في الهوت بوت السبايسي، تعالى بقى نجربها واقول لك رايي فيها ايه. تعالى نجرب اول حاجه الدمبلينجز. الدمبلينجز حلوه قوي بس هي مش زي الدمبلينجز اللي انت بتاكلها في كل الاماكن، هي مختلفه قوي ومش هتعجب كل الناس، يعني انا مش شايف ان هي هتعجب كل الناس. تعالى نجرب شويه نودلز، ريحتها سبايسي، عارف انت ريحتها متعبه. بقول لك احنا في كمان ميت بولز حطيناها نسيت اوريها لك. بص الميت بولز دي بتبقى عامله ازاي، هو اصلا قال لي لما تفتحها هتلاقيها جوسي من جوه، معرفش هو قال كده على فكره، هو بيتكلم انجلش كويس. عامله ازاي، نزل جوس، فاهم؟ حلوه دي. تعالى ندوق النودلز. النودلز حلوه قوي. بصوا يا جماعه، هو عموما هي اكسبيرينس، حاجه جديده ولازم تجوها انت واصحابكم، ما اعتقدش ان شخص واحد لوحده، ممكن برضه رومانتك ديت لو انت عايز. هو فكره حلوه. تعالى ندوق الكفته اللي هم قالوا لنا عليها، اللي نزلت جوس قدامك دي. تعالى ندوق، حلوه قوي، مع ان انا كنت فاكرها تبقى لحمه مسلوقه بس حلوه قوي. تعالى ندوق اللحمه، ننزلها برده في الصوص كده. بص الصوص على مزاجك انت عملته، فانت براحتك. تعالى ندوق. حاسس ان انا مش عايز اقول حاجه تاني، هو اوفر اول المكان حلو جدا، هتتبسط جدا، والاسعار كويسه جدا. بس كده، ده كان ريفيو على السريع، كان معاكم موفا. احنا النهارده كنا موجودين في توب بوت اللي موجود في مدينه نصر في الحي السابع في شارع عباس زعزوع عماره 10. جربوها هتحبوه. سلام عليكم.